بحترمها وحاجه بنقدرها جدا. وعايز احيي حضرتك على تصريحات الجيده جدا والجميله في لميدو. يعني يمكن اي مدير فني لما بيجي رئيس جديد برضه بيبقى محتاج سبورت، محتاج دعم. القعده بتاعت حضرتك، التصريحات كلها زي ما كان ميدو بيتكلم دلوقتي كلها يعني حضرتك واقف في ظهره معاه، اي نتيجه انت متحملها. يعني شايف روح جديده في نادي الزمالك سياده المستشار. والله يا كابتن حازم، انا عايز اقول لك حاجه. انا راجل بعتبر اولا احمد حسام زي احمد ربيع بالظبط، هو صاحبنا. نمره اثنين، انا مقتنع بفكره لانه ده راجل اتدرب في احسن انديه في العالم. نمره ثلاثه، هو عنده قوه شخصيه ودي مهمه جدا. انا احب المدير الفني اللي يكون عنده قوه شخصيه يقدر يسيطر على اللاعبين والجهاز اللي شغال معاه. نمره اربعه، انا قلت له انت رئيس جمهوريه الزمالك. في واحد كان زي قاعد يتريق علينا قال له رئيس جمهوريه يعني معناها يشيلوك قريب زي اي رئيس جمهوريه. لا، انا عايز اقول له ابعد عن نادي الزمالك. نادي الزمالك فيه روح جديده. يمكن النهارده في الاجتماع اشوف يعني حتى الاخوه اللي ربنا ما وفقهمش في الانتخابات كانوا موجودين معانا النهارده في الحفله بتاعت سيد السفير السعودي، وانا كنت زيهم كلهم مع باقه من الاخوه الصحفيين والاعلاميين. اللي انا عايز اقوله انه احمد حسام واخد كل الصلاحيات. وانا قلت له اي لاعب انت شايفه ان هو منافسن، شوف بتقدم منين بقى، مجرد منافسن حتى يعني انه متذمر عشان اللي عايز يلعب، حد في الجهاز الفني في الاداري في الطبي انت مش عايزه، انا مديك صلاحيات رئيس النادي ومجلس الاداره، تصرف معه كما تشاء. لكن انت في النهايه مسؤول قدام الجماهير وقدام مجلس الاداره وقدام اعضاء النادي عن النتائج. واحنا مش هنحاسب احمد حسام بالقطعه. ويمكن شفت انت الروح اللي كانت في ماتش افريقيا، وشفت الروح اللي كانت في ماتش امبارح. الاولاد موتين نفسهم في الملعب. واحنا كنت لسه بتفق معاه دلوقتي انه يغذي الفريق الاول باللاعبين الشباب الصغيرين زي اوباما وزي يوسف وزي ياسر. انا بعتبر هو ده المكسب الحقيقي اللي بيوفر على النادي ملايين الجنيهات يا كابتن حازم. صح. وفي نفس الوقت دول ولاد النادي اللي متربين فيه، يعني عارفين معنى نادي الزمالك، نادي البطولات. ان شاء الله ربنا يوفق. كان فيها في سياده المستشار كلام طلع الفتره اللي فاتت لو النتائج فضلت سلبيه كان هيبقى في تغيير. الكلام ده يا ريت حضرتك برضه تقطع الشك باليقين، لان يعني الناس عايز تعرف هل المستشار مرتضى منصور يعني باذن الله ان شاء الله. بص يا استاذ حسن، لن يحدث اي تغيير في الجهاز الفني او الاداري. احمد حسام عامل عقد 2.5 سنين. نحترم التعاقدات، سواء العقد ده كان مع الدكتور كمال او اللي احنا بنيجي نقدم اللي قبله. عقد الكابتن احمد حسام اعتقد 2.5 سنين. احنا محترمين هذا التعاقد. لكن لو حصل تغيير يحدث في الجهاز الفني والاداري والطبي اذا هو اراد. يعني كله تحت قيادته هو يعني. بالظبط كده. هو زي ما قلت هو رئيس جمهوريه الكوره في نادي. طب سياده المستشار، يعني برضه ميدو اكيد محتاج حاجات كتيره. يعني كنا بنتكلم فنيا في لعيبه مثلا محتاجها، ماديا اللعيبه اللي في نادي الزمالك اكيد انت عارف الحاله الماديه للعيبه بقى لها فتره. حضرتك هتساعده ازاي في الموضوع ده؟ لان الموضوع مش كوره بس فقط يا فندم. بالظبط. هو بص، احنا طبعا اول حاجه يمكن ملاعب الناشئين لسه قايل له ودي مهمه جدا. خلال اسبوعين هيتم افتتاحها حازم ان شاء الله. نمره 2، هو جاي لي بكره عامل اجتماع معايا هو الجهاز واللاعبين عشان نضع مبادئ كده مع بعض. يعني ما فيش لاعب يشوح لحكم، ما فيش لاعب يشوح المدرب بتاعه، ما فيش لاعب يبقى واقع في الارض فاول فيقول للحكم لا فين الكارت الكارت. الكلام ده احنا باذن الله هنمنعه، لان احنا ابذل اقصى جهدك في الملعب واحنا وراك، والنتيجه بتاعت ربنا. ما انا ممكن اشوط شوطه قويه جدا تيجي في العارضه، وشوطه اي كلام تيجي في الجول. يعني التوفيق ده وعدم التوفيق من عند ربنا. الحمد لله ربنا وفقه لغايه دلوقتي ويخش ان شاء الله المربع الداري. ان شاء الله يوصل نهائي افريقيا باذن الله. انا متفائل بيه بالجهاز اللي معاه. لكن احنا هنقعد بكره يقول لي اللعيبه اللي هو محتاجها في الاماكن اللي محتاجها. يعني انا في لاعب كده كان في كلام كنت ممكن اجيبه، فانا سالته قال لي لا اللاعب ده انا مش عايزه. خلاص انا بحترم ارادته وبحترم رغبته، لان هو انا ما بفهمش في كوره زيه. بالك. طب تسمح لي يا سياده المستشار اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك؟ يعني احنا في الكوره دايما مثلا الواحد لما بيبتدي وعنده 20 سنه وهو بيبطل يبقى عنده خبرات كبيره جدا في الكوره. هل حضرتك الفتره 2004 و2005 انا شايف حضرتك مختلف تماما بصراحه، يعني صدقا وقولا. يعني حضرتك كنت برضو نوعا ما عصبي شويه بعد مثلا ماتشين 3 ممكن يبقى في مثلا كلام على المدرب، لكن الوضع مختلف حاليا. هل الخبرات تراكمت بشكل كبير؟ الاداره اتغيرت من وجهه نظر حضرتك بشكل كبير؟ شوف يا كابتن حازم، اللي ما يستفادش من اخطائه وتجاربه يبقى ده انسان غبي. لازم انت بتستفيد من اخطائك وتجاربك لانك بتغلط.
وحتى يعني يقول لك لا يدرك مؤمن من جحر مرتين. تمام. يمكن العصبيه المره اللي فاتت ما قعدش 4 اشهر يعني اتكلت على الله، لكن العصبيه كانت راجعه ليها يا كابتن حازم. الفريق اللي بيشتغل معاك اصلا مش قائمتك. فتقول يمين يقول لك شمال، تقول شمال يقول يمين. النهارده انا 99% من اعضاء المجلس الحمد لله من قائمتي، وانا اللي مختارهم واحد واحد. واخد بالك، وعندنا روح التعاون، وده اللي انعكست. والملفات يعني النهارده شوف احمد سليمان بيشتغل، بيديله ملف كوره فبيشتغل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك بروح كويسه جدا. لا ان هو بيروح يقول له لا ده يلعب وكل شويه يجتمع بيه، وما فيش الكلام ده خالص. ده احمد سليمان هو حلقه الوصل بين الجهاز الفني وبين المجلس الاداره، ومنعين اي لاعب يروح لمجلس الاداره يشتكي. لا، الجهاز الفني اي لاعب هيجي لي او لغيري في مجلس الاداره يشتكي فلوس او انه ما بيلعبش او الى اخره، اعتقد لو عمل ده انا هوقفه لسبب بسيط جدا. وعنده عنده رئيس جهاز فني اللي هو الكابتن احمد حسام، عنده مدير كوره اللي هو الكابتن احمد حليم، وكلهم قامات محترمه، عنده عبد الرحيم محمد. ده فريق يعني انا اتمنى هذا الفريق وهذا الجهاز يبقى مشاكله كده بعيد عن الاداره، ولما يكون في مشكله يوصلها لاحمد سليمان واحنا هنحلها. احنا نقعد معاه بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اخراج باذن الله هيشوف المراكز اللي عايز تدعيم، وان شاء الله باذن الله متفائل ان احمد حسام بجهازه الفني والاداري والطبي هياخد الدوري السنه دي ان شاء الله بامر الله، وهياخد بطوله افريقيا باذن الله وكاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك بكره يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بكره. ممكن اسالك سؤال اخير معلش يا سياده المستشار؟ يعني الفتره دي كل الناس، الاهلي هيجيب جيبور، الاهلي هيجيب حفني، الاهلي هيجيب خالد قمر، الزمالك هيجيب مين يا فندم؟ الزمالك هيجيب اللي هو احمد حسام نقول عليه. تمام. نقول عليه احنا هنجيبه على طول فورا. زي الفل يا فندم. شكرا يا فندم، التوفيق دايما ان شاء الله.